السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو حلو قوي ووصفة جميلة جدا جدا، كلنا بنحبها وكلنا بنعشقها، وكمان محدش بيستغنى عنها ولا الصغيرين ولا الكبار. عندنا النهاردة الكسكسي بتاعنا القمر الجميل ده، تحفة وجميل ويستاهل كده بقكم تعملوه تاكلوه في الهنا ان شاء الله. هو خفيف وسهل مفهوش اي حاجة. والمفاجأة النهاردة ان انا هعمله لكم في الكبة، يعني انا لا هستعمل ايديا ولا هفضل افرك ولا هفضل ان انا ابرم، او انا هستعمل الغربال بس عشان خاطر انزله يبقى شكله مهندم وجميل كده مع التقديم. انتوا عارفين ان انا بشتغل وببيعه. تمام، يلا بقى نحضر الكبة بتاعتنا، سواء كبة صغيرة او كبة كبيرة. احنا هنشتغل بكيلو دقيق. انا بعرفك مقدار الكيلو دي، لكن انا عاملة 3 كيلو. كان هنحط الاول دي وبعد كده اقول لكم انا كنت عاملاه ليه والامتى. تمام. هنا بقى بمسك كيلو الدقيق بتاعي بعمله على 3 مرات، كل واحد على حسب الكبة بتاعته ما بتشيل. هبتدي ان انا اقفل الكبة بتاعتي وابتدي ان انا اجيب دورق فيه مية وهحط فيه نص معلقة ملح. تمام. هتقولي لي المية قد ايه لكيلو الدقيق؟ هقول لكم ملهاش معيار ولا ليها تحديد قد ايه، كوباية ولا نص ولا ربع، ملناش. احنا كل اللي هنعمله هننزل سرسوب صغنوني كده ونبتدي ان احنا نشغل الكبة بتاعتنا. كل ما الكبة بتاعتنا هتبرم الكسكسي بتاعنا زي ما انتوا شايفين. انا جبت لكم الخطوات اول باول علشان خاطر البنات الحلوة الامورات، العرايس الجداد اللي عايزة تعمل كسكسي ومستصعبة، او مش بتحب تجيبه من بره وعايزة تعمله في البيت وتجربه. اديني بقول لك اهو هعمله لك في الكبة وهيطلع سهل وجميل وبسيط ومفيهوش اي تعقيدات. تمام. يلا نشوف مع بعضينا احنا بنعمل ايه. هننزل المية سرسوب سرسوب، واحدة واحدة. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين. كل ما الحباية بتاعتي تبرم، طبعا السكاكين بتبرم الدقيق اللي في النص وبتغير لونه اهو زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هوقف الكبة وهوريهولكوا هيبقى شكله عامل ازاي. كل ما الحباية تبرم معايا هعرف ان انا كده ماشية تمام وكده كويس. لو الحباية ما برمتش معاكي هتعرفي ان انت دغرقتي مية كتير. بصوا عامل ازاي. يلا نفتح الكبة مع بعضينا. افتحي بقى يا حبيبة كده. ايوه، ادي الكسكسي بتاعنا في النص اهو. لان اشتغلت السكينة عليه. اعمل ايه؟ اقوم جايبة الاسباتولا واقوم جايبة اللي في الجناب، مقلبة بقى كله على بعضه وتحت وفوق وشمال ويمين، علشان خاطر ابتدي اعمل مرة تانية الحركة بتاعت المية. وهفضل كده لحد ما الاقي الكبة بتاعتي كلها بقت كسكسي. هو ده الكسكسي من اوله لاخره. المرة اللي جاية بقى هيبقى التسوية، لكن احنا دلوقتي شغالين بنخلص الكسكسي بتاعنا. تمام. اهو ادينا حطينا المية تاني وادينا بنبص عليه ابتدى ان هو يبرم معايا تاني. بصوا اللون بيتغير ازاي. كل ما بتدي مية كل ما الحباية بتاعتك بتغير لونها. كده انا ماشية تمام وكده انا ماشية سليم. اما لو الدنيا معايا مش مظبوطة هلاقي بقى كتلة عجين. بصوا بقى بعد ما خلصت الكبة مية، واجيب الجناب واجيب من تحت وفوق ومية لحد ما يبرم معايا ويبقى بالشكل الجميل ده. كده تمام. هبتدي ان انا احط اهي العجينة بتاعتي اللي اسفة الكبة. ما فيهاش دقيق، ما فيهاش كتل عجين، ما فيهاش اي حاجة، عشان انا ماشية بالمظبوط. خليكي معايا ونفذي كل اللي انا بقوله بالحرف عشان تاكلي شوية كسكسي عجب. ما اقولكيش بقى. الكسكسي بتاعي ده انا كنت عاملاه، كان عندي اوردر تقريبا حوالي 3 كيلو كانوا خارجين. وكمان كنت واخداه معايا الحلقة بتاعت مسبيرو لما كنت بصور شغل العيد. فكنت عاملة الكسكسي ان احنا كنا هنقدمه بمرقة. لو انت يوم الوقفة حابة تعملي بطاية تعملي فرخية حلوة كده، هنتعامل مع الكسكسي بمرقة ونعمله صلصة خفيفة وبيبقى زي الفل. اما انا كنت واخداه علشان انا كنت عاملة الشغل بتاع العيد في مسبير، كنت عامله فته وكباب حله وكفته سيخ. فاحنا قدمنا الكسكسي بتاعنا حلو، يعني حطينا له سكر بودر وسمنه وحطينا له مكسرات. تمام. فانت تقدري تستعمليه في كل الاحوال. فانا عملت بقى الكميه دي ليه؟ عشان كان عندي 3 كيلو كانوا خارجين اوردر، وكمان شلت حوالي كيلو الا ربع كده عشان اعمل منه الطبق بتاع الحلقه.
هبتدي بقى. انا كده خلصت الكمية بتاعتي كلها. عندك دلوقتي ايه؟ حلة للبخار. عندك حلة بخار مفيش اي مشكلة، اللي هي اللي احنا بنسوي فيها الخضار السوتيه والمكرونة، وبنسوي فيها المخروطة وكمان الكسكسي. ما عندكيش هتجيبي حلة ألمونيوم او حلة صاج، الحلة اللي موجودة عندك، وتقومي حاطة فيها المصفى بتاعتك، وتقومي جايبة شريط يكون نظيف، وتبتدي ان انتي تعجنيه بشوية مية ودقيق، وتقومي لفاه حوالين الحلة. ليه يا حبيبة؟ عشان نمنع خروج البخار. قبل الحلل بتاعة الطهي او حلل الكسكسي والمخروطة، كنا زمان عاملين حلة للكسكسي مقفلينها، وكل مرة بنشيل الشريطة اللي هي بالعجين ديت، وننضف المصفى وننضف الحلة، ونقوم مالين المية، ونقوم حاطين تاني عشان نستعمل عليهم. كانت جدتي ربنا يا رب كده يرحمها ويغفر لها من عنده، كانت معلمة امي الحركة دي، وامي انا كنت بشوفها كده. طبعا بقى لما الدنيا اتطورت واتمدنت، ولقيت انا بقى حلة الكسكسي ديت، ابتديت ان انا اجيبها لماما علشان خاطر نشتغل عليها وتبقى سهلة بالنسبة لنا. تمام. هنا عندي الكسكسي خد معايا ساعة وعشر دقايق على النار. دي اول حطة. انتي بتحطيه كذا مرة يا حبيبة؟ ايوه بحطه مرتين. المرة الأولانية بيغيب معايا ساعة، من ساعة وربع لساعة وتلت. ليه؟ بيرجع على حسب البوتاجاز. احنا لما بنكون شغالين كمية كبيرة 10 كيلو 15 كيلو بنشتغلوا على الشعلة. اما لما بيكون كمية قليلة بحطه على اكبر عين في البوتاجاز، فبياخد وقت طويل على النار، لان هو بيستوي على البخار. انت لا حطاله مية ولا حطاله عقد عشان يستوي بيه، هو بيشتغل او بيستوي من البخار. فطول ما انت مديه الحله تحت ميتها كويس، والبخار مزنوق في المصفى وفي الحله وبيطلع بخار كويس، هتلاقي الدنيا معاكي ماشيه تمام. البخار هيسرب منك، هتلاقي الكسكسي لسه ما استواش. طب انا اعرف منين الكسكسي استوى ولا ما استواش؟ هتبتدي كل شويه تمسكي الاسباتولا بتاعتك وتجيبي من تحت لفوق، طالما اللون بتاع الكسكسي ما اتغيرش والدقيق ما اختفاش منه، تعرفي ان لسه باقي شويه على التسويه. اما لو حسيتي ان اللون بتاعه بقى لون الكريمي، اللون اللي هو الاوف وايت ده، تعرفي ان هو خلاص ابتدى ان هو يستوي. وانتي طبعا سيدة العارفين وكلك نظر، لما تحطي حبة على ايدك كده وتحسي ان لون الحباية وشكلها غير ما كان محطوط وهو لسه دقيق او عجين، هتعرفي ان هو خد بخار وان هو دخل في استوى. دخل في استوى في قد ايه؟ تقريبا كده نقول 75%. ال25 التانيين هقول لكم احنا بعد ما هنعمل ايه وهندخله ازاي، هنقول مع بعضينا واحدة واحدة علشان خاطر ما تتوهوش مني. طبعا هنا كانت الحاجة معايا ربنا يديها الصحة. طبعا هي خبيرة في الموضوع دوت. انا عملت لها على الكبة وهي عيني ايه قعدت تبرد لي، كنت انا عندي حاجات تانية بعملها، فقعدت تبرد فيه، وعلشان خاطر نديله المية بتاعته التانية. لو عندك كمية، يعني انصحك ان انت تشتغلي بالميه زي ما انا ما بشتغل كده. اما لو انت عامله كيلو دقيق واحد وهتاكليه في نفس اليوم ومش هتشيليه في الفريزر، حابه ان انت ترد الكسكسي بتاعك بلبن اللي هو الحليب، يعني مفيش اي مشكله. المهم انا برده بميه، لان طبعا بيقعد معايا فتره طويله في الفريزر، واللي بياخده طبعا بيحطه في الفريزر، فانا مش عايزه طعم اللبن يبقى عامل سوري في الكلمة، يعني يبقى ريحته زنخة شوية أو مغير له طعم الدقيق شوية، فأنا بستعمل المية. تمام. أما أنتي عايزة تردي بلبن زي ما احنا المية كده بنحطها، عايزة تردي بلبن مفيش أي مشكلة. انت هتاخدي للكيلو المرة اللي هي بتاعت الردة دي تقريبا نص كوباية من الحليب بس. انا برد بميه طبعا برضو زي ما انا بقول لكم كده، هيبقى برضو للميه نص كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، لان هو بيبقى سخن. هبتدي ان انا ايه انزله وارجع ارده في المصفى من اول وجديد. هياخد قد ايه معايا؟ هياخد تقريبا معايا نص ساعة. ال75% التانيين هياخدوا معايا نص ساعة تسوية، وينزل لي بنفس الطريقة دي. اقوم وانا بنزل الشاشة بتاعتي او ال القطعة القماش النضيفة اللي انا حاطة فيها الكسكسي بتاعي، هلاقيه ينزل زي الفنجال كده. لما اجي اقلبه يبقى هو كده عمل كتلة. طالما عمل كتلة يبقى انا الكسكسي بتاعي استوى.
هبتدي بقى ان انا افرطه كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا مش هنسكت على كده، لا ده في مرحلة تانية هقول لكم هي ايه المرحلة التانية. لان طبعا عشان اقدم الكسكسي بتاعي استحالة ان انا اقدمه مكتل كده، ومش هيبقى طبعا شكله حلو. وانتوا عارفين ان احنا عينينا بتاكل قبل الفم، فلازم الحاجة تكون مهندمة وتكون حلوة. هبتدي هنا ابرد زي ما انتوا شايفين كده، ابرد كويس جدا 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 لحد ما احس ان الكسكسي بتاعي اتهوى تماما وما بقاش فيه درجة سخونية عالية، علشان خاطر انا هحطه في الغربال. يلا بقى اللي ما وصلش معايا لحد كده يلا يشترك عند حبيبي في القناة، وما ينساش يعمل لها لايك بايده الجميلة الحلوة، وكمان ما ينساش يكتب لها الكومنت الجميل اللي هي بتستناه من كل فيديو. واللي مش بيوصل له اشعارات عندي يا ريت يلغي الاشتراك ويعمله من اول وجديد، عشان انتوا عارفين الاجازه بتاعت اللي انا كنت تعبانه فيها دي. في ناس كتير قوي خرجت من عندي، فمعلش مفيش اي مشكله. ممكن عشان ما يكونش كان الفيديو بتوصل لهم او في اشعارات بتوصل لهم، فعشان كده الاشتراك اتلغى عندهم. يا ريت تعيدوا الاشتراك تاني وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسونيش بقى في الدعوة الجميلة الحلوة والكلام اللي انا بستناه من فيديو لفيديو. مش هقول لكم بقى يعني اتوصوا واكتبوا على قد ما تقدروا، مش لازم تكتبوا حاجة تخص الوصفة، مش لازم تكتبوا حاجة تخصني انا، كفاية دعوة منكم، كفاية نذكر ربنا ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. دي بالدنيا عندي تمام. هنا بقى الكسكسي بتاعنا كنا بنديله شوية مية تاني عشان انا حسيت ان هو ناشف، وبعد ما هنديله المية بتاعته التمام هنبتدي ان احنا نحطه في الغربال. كان في بس سؤال انا كنت عايزة ارد عليه، جاني في الفيديو بتاع الفطير اللي هو نزل امبارح. كان حد بيسألني وبيقول لي ان الوقت بتاع العجين بياخد وقت قد ايه. انا قلت في الفيديو ان انا بفضل اعجن لحد ما العجينة بتاعتي تبتدي ان هي تنعم خالص، وفي نفس الوقت لما اجي ارفعها من الطبق اللي انا بعجن فيه او العجان بتبقى عاملة زي اللبانة كده. وكل ما تريح الفطير كل ما يديكي نتيجة اجمل واروع. يعني الفطير ريحيه هيبقى سهل معاكي في الفرد. انتوا شفتوني وانا بفرد كده كانت سلسة وجميلة ازاي. لكن لو انت فردتي بعد ما تقطعي على طول هيتعبك، كل ما تفردي تلاقيها هتلم كل وياخد معاكي وقت. يعني انا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم بارك. انا الست فطاير ما خدوش في ايدي نص ساعة. ليه؟ كل حاجة مرتاحة وكل حاجة واخدة وقتها، ما تعبتش في الفرد. انا الفرد ما بيتعبنيش ابدا. ببقى حتى يعني متمتعة كده وانا قاعدة، لان كل حاجة بالنسبة لي سهلة. فان شاء الله ربنا يكرمكم كده ويسهل عليكم كل عسير يا رب، ويطلع كده احلى ما بين ايديكم، وربنا يجبر بخاطركم ويرضوكم زي ما بتجبروا بخاطره وبتراضوني. هنا بقى علشان الكسكسي بتاعنا يطلع مهندم وجميل وشكله حلو والحباية صغنونة وحلوة كده، كنت انا بعد ما عملناه بالسباتولا او بالمقصوصة بتاعتي ابتديت ان انا افركه جامد. طبعا اداني النتيجة دي بس انا مش عايزة او مش راضية عنها، انا عايزة النتيجة اللي انا هوريها لكم دلوقتي علشان خاطر الحاجة تطلع حلو اهو. هو ده اللي بقى اللي انا عايزاه، ايه رأيكم؟ ده الجمال والحلاوة والطعامة زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم؟ هو ده الكسكسي بتاعي، الكبة اللي ما اشتغلناش بايدينا ولا فركنا بايدينا، وابتدينا ان احنا بس نحطه علشان خاطر ايدينا كنا شغالين بيها. لازم نديله شوية من البخار زي ما انتوا شايفين كده عشان ابتدي اخد من وهو على النار. بعد ما يهدى ويبرد تاني مش همدي ايدي بقى خلاص، انا بس بوريكم. اول ما يبرد ويهدى خالص ابتدي ان انا اخد بالمقصوصة واعبي واوزن على طول، مش همدي ايدي عليه تاني. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويا رب تكون الوصفة كمان طلعت سهلة وبسيطة. ما تنسونيش في دعوة حلوة، واستناكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. وانزلوا اوعوا تنسوا حبيبة في اللايك، انا بأكد عليكم اهو.